السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا عارفين الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي 6:30 الصبح. جه في دماغي كده ايه، طب انا مش جايلي نوم اتنيني ساكتة. قلت لا، انا هقوم اعمل باتيه بالفراخ والجبنة، بس على طريقة ايه ام ندى. شوية ملح، كيلو دقيق. تمام. استنوا كده بس اشيل ايه حاجة كده شايفاها مش مظبوطة عشان الحاجة تبقى حلوة. تمام. الملح حطيناه على الدقيق اهو، ماشي. كيسين لبن بودرة، بيضتين. تمام. نص كوباية زيت، كوباية لبن، شوية خل. الخل ده بقى عشان الزفارة وعشان محسن معجنات كمان. تمام. وهنجيب كوباية مية دافية مع كيس خميرة فورية ومعلقة سكر. هي دي المكونات بتاعت الباتيه على طريقة ام ندى. سندوتشات فراخ بقى، سندوتشات جبنه، زي ما انت عايزه ممكن تعملي. تمام. يعني مش شرط الحشوه بتاعت اللي هي فراخ او جبنه او جبنه، لا، يعني ممكن تحشي اي حاجه، شوكولاته، الحاجات دي كلها بتمشي معاكي. شوفي ايه اللي يناسب اطفالك او يناسب ولادك او يناسب حضرتك وتعمليه. تمام. اهم حاجه صباح الخير ويسعد صباحكم ومساكم وكل ايامكم بالخير والبركه يا رب والسعاده، اللهم امين. كده احنا هنسيب الخميره زي ما انتم شايفين كده تخمر لوحدها كده على جنب. تمام. هنفتح اللبن البودره، زي ما انتم شايفين اهو، كيسين لبن بودره. هيطلع معاكي جميل قوي وهش وحلو قوي. جربوه وهتدعوا لي ان شاء الله. انا اوقات ابني بيقول لي دلوقتي انت هتعمليه دلوقتي يا ماما؟ قلت له اه. قال لي طب ما كنت تعمليه بالليل. قلت له لا، انا هعمله دلوقتي. قال لي روح اشتغلي في طابونه. ابني بيتريق عليا. هنحط الزيت. تمام. وهنحط البيضتين اهوت، بس بحب اضربهم في طبق بره عشان انا ما يعني برتاح للحاجه تبقى نظيفه كده، الواحد يبقى مرتاح لها. تمام. بشيل اي حاجه وحشه عشان الدنيا تبقى تمام معايا. واضرب المكونات دي على ما الخميره. احط الخل عشان انا نسيته اهو، شويه الخل، واروح جايه ايه حاطه كده، واروح مشغله. طبعا طول ما انتي واقفه بتنضفي الدنيا حواليكي عشان يبقى
بصوا يا جماعه العجينه لما خلت ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، جميله. بصوا وما بتلزقش خالص، التلزيقه بتاعتها بسيطه جدا. تمام، يعني عشان نعمل، انا كنت هعمل نظام اللي هو الايه الكرواسون كده، بس لقيت الزبده عندي مش هتكفي، فقلت بقى هنعملها بطريقه تانية خالص. انتوا هتبقوا معايا اهوت واحده واحده. هقطع العجينه كور صغيره، تمام، علشان اعمل الايه الحشوه، احشيها الحشوه، العجينه ديت احشيها الحشوه بتاعتها. خليكم معايا، هرجع لكم تاني على ما اخلص. بصوا يا جماعه ما شاء الله العجينه حلوه قوي. هنغطيها شويه علشان ترفع، هسيبها ترفع شويه على ما اجهز الحشوه. تمام، الحشوه فاكرين الفراخ مطرح الفطير؟ فاكرين لما كنت عامله الفطير المحشي فضل شويه دول؟ ماشي، انا ست ما بحبش ارمي حاجه، ولا بحب ان انا استخدم اي حاجه كده ما يكون لها حاجه. يعني ممكن كنا كلنا دول في رغيفين عيش يعني مع الفطار والفطير والكلام ده، لا، حبيت ان انا اعينهم عشان اعمل بيهم حاجه. هو ده، هي دي طريقه الست المدبره، ان انت عملتي حشيتي الفطير فضل شويه عينيهم، ممكن تعملي بيهم فطيره كمان، ممكن تعملي بيهم سندوتشات فراخ، زي ما انا هعمل كده دلوقتي. ماشي، بس الطريقه شكلها شيك وطريقه حلوه. انا ما بحبش يعني اللي هو كده، يعني لا، بحب ابتكر. تمام، الجبنه بقى الموتزاريلا طبعا نسيت احطها في التلاجة شويه. ماشي اهي، بفرك الجبنه الموتزاريلا كده واقلبها مع الفراخ. تمام، عشان اعمل الحشوه. وفي الحشوه التانية هتبقى جبنه قريش وزيتون وفلفل الوان. تمام، انا هشوف انا هستخدم ايه وهعمل ايه والكلام ده، فخليكم معايا اخلص وارجع لكم تاني. كده احنا جهزنا الحشوه. تمام، انا هعمل حشوه يعني مش هعمل، هشوف الكميه دي هتحشي قد ايه، واللي هيفضل اعمل على قده الحشوه التانية اللي هي الجبنه والزيتون والكلام ده. تمام،
بصوا يا جماعه، ده اللي بالفراخ. عملنا بسم الله ما شاء الله 10 سندوتشات بالفراخ. فاضل 6. تمام، هنعملهم بالجبنه والزيتون والفلفل الرومي. تمام اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه. ارجع لكم تاني. اهو يا جماعه، اهو اللي بالفراخ اهوت واللي بالجبنه اهوت خلصناه ماما. ينفع فطار وينفع غدا وينفع اي حاجه، وما تزعليش عيالك. وبواقي تلاجة، يعني ما اشتريناش الا حاجات بسيطه بره. اللي اشتريناه الدقيق والجبنه الموتزاريلا بس. كل حاجه عندك في التلاجة، دعبسي كده في التلاجة هتطلعي كل حاجه، هتعرفي تعملي منها الحاجات الحلوه دي. ماشي، مش شرط الشكل اللي انا عملته، مش شرط اي شكل. سندوتش زي ده 100 100. عيلك هياكل وهيقول لك انتي 100 100 يا ماما. تمام، هسيبه يرفع وهسوي وارجع لكم. ايه رايكم يا جماعه؟ بذمتكم بواقي تلاجة طلعت ايه احلى حاجه؟ لو الحاجه مش سخنه انا عايزه. بصوا ما شاء الله، الطعم جمدان من غير ما ادوق، انا شم الريحه وهم. تمام، دي برضو بالجبنه. بصوا يا جماعه، بصوا القلب ما شاء الله خمران ازاي، جميل ازاي، جميل بسم الله ما شاء الله. لو الفرن بتاعي بقى مظبوط كان خلى كله زي بعضه، بس المشكله يلا عيب في البوتاجاز بتاعي. بس ايه رايكم؟ احلى صباح ده ولا مش احلى صباح؟ احلى اكل ده ولا مش احلى اكل؟ استاهل عليه كام من 10؟ دلوقتي هصحي احمد عشان يفطر، لما اشوفه هيقول لي ايه تسلم ايديكي ولا يقول لي سيبيني انام. ايه رايكم يا جماعه؟ بواقي تلاجة تعرفي تعملي الحاجات الحلوه دي. عمرك ما لو فكرتي هتطلعي هتبتكري كل حاجه حلوه. بواقي ثلاجه مع كيلو دقيق، حبشتكنات طلعت لنا فطار وغدا وممكن يبقى عشاء كمان. تمام، يلا سلام.